هلو هلو يا حلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني قوي. كنت بعمل معاكم الارانب في اللايف، بس للاسف الموبايل فصل شحن، فقلت اعمله معاكم تاني انزلهولكم في الفيديو. احنا كنا سلقنا مع بعض الارانب وطلعنا شوربه صافيه اهي ما شاء الله حلوه قوي. هبدا احمرها زيها زي اي حاجه تانية، زي ما بنعمل الفراخ، زي ما بنعمل البط او الطيور عامه. هحمرها في زيت مش غزير قوي، يعني زيت نص نص، سخنة قوي. هحمرها اهو على الناحيتين لحد ما تاخد اللون الجولد ده اهو. هسيبها تتحمر كويس قوي وتديني الطبقة اللي من بره اللي هي اللي بتبقى الكريسبي دي. هطلعها في طبق. اوكي. وببقى محضرة خلطة كده عبارة عن ملح وفلفل كمون بهارات، مثلا لو انتوا حابين بترشوها على الحاجة اول ما تخرج على طول من الزيت. بتفرق جدا جدا، هي ستيب بسيطة بس بتفرق جدا 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 يا جماعة في الطعم وبتخليه تحفة. حمرت الكمية كلها اهو. وبعد كده بقى هغرف معاكم الرز. احنا كلنا عملناه مع بعض في اللايف، كنت حاطه فيه نفس التتبيله اللي تبلت بيها الارانب، اللي هو بصل وطماطم وملح وفلفل، بس مش اكتر من كده. وبعدين حطيت عليه البهارات: ملح، فلفل، فلفل اسود او فلفل ابيض زي ما بتحبوا، وسبع بهارات، بهارات فراخ، بهارات الشرق الاوسط، قرفة، ممكن قرفة عيدان او قرفة بودر، ولومي، بس مش اكتر من كده. او تحطوا كل ده بقى بهارات الكبسة، لو انتوا بتحبوا مثلا تحطوا على طول بهارات الكبسة ممكن تحطوها. هنغرف مع بعض بقى الاكل وهسيبكم تستمتعوا كده بالغرف، وجربوه بجد هتتبسطوا قوي قوي، وبسيط وسهل وبجد خفيف جدا على المعدة ومريح في الهضم. وبألف هنا.